السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وحبايبكم، اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم مشرق بنور الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صباحكم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن، اللهم امين. تعال نشوي كده السمك في البيت وهنحشيه كمان، وحاجة كده فاخر من الآخر. والله شوية السمك في البيت مفيش أسهل ولا أطعم منها، بس انتوا اللي بتصعبوها على نفسكم. معايا بصلة وجزراية وفلفلاية شوحتهم كده على النار، اما دبلوا نزلت عليهم بطماطمية وعود خضرة كده حبايبي، شبت على بقدونس على كزبرة ومعلقة صغيرة من التوم وملح وكزبرة وكمون، بس كده حبايبي. وهنعصر بقى ليمون، وتقومي جاية بقى ايه معلقة كده كبيرة من الخل، هنحطها على الخضار كده معانا مع الليمون، حاجة كده ما شاء الله. والسمك كده حبايبي جبته فتحته، طلعت البطن بتاعه وغسلته كويس جدا، بس ما شلتش القشر الخارجية، عشان القشرة دي هي اللي هتدينا لون السمك الجميل التحفة من غير ردة ومن غير حاجة خالص. هنشويه تحت الشواية كده بتاع الفرن البوتاجاز، حاجة كده اللهم بارك. صدقيني لو جربتيه هتبطلي تشتريه من بره، سواء مشوي بالردة او محشي. لا شوفي، كمان هنشويه وهنحشيه من غير ردة ومنتهى النظافة، وعاملاها بكل حب وبكل سهولة ان شاء الله. ما سهل الا ما جعلته سهلا يا رب. اللي عاوزة اقولك، الخضار بعد ما بتشوحيه كده على النار وبعدين تحطي عليه بقى الطماطم والخضرة والتوابل بتاعه، بيبقى تحفة حبيبة قلبي وطعم وريحة اللهم بارك. عشان السمك ده بيستوي 5 دقايق من فوق وبنقلبه 5 دقايق على الوش التاني، فعشان الخضار اللي هنحشيه بيبقى مستوي وطعمه وريحته كده اللهم بارك. فايه التشويحة دي بتبقى جميلة اوي. طبعا ممكن تعمليه ني في ني، بس الخضار مش هيبقى استوى سوا كامل زي ما هتبقي شوحتي التشويحة البسيطة دي. جبت صاج فرن كده معايا حبايبي، وهنزل بالسمك، وبعد ما نحشيه كله كده ونرصه جنب بعضه، هنقوم حاطين معلقة زيت كده. معلقة الزيت دي بتخليه كمان ما يلزقش معاكي، وفي نفس الوقت بتديله لون جميل. وما تخافيش لو انت عاملة رجيم او حاجة، مش هنكتر مادة دهنية ولا حاجة خالص. ده معلقة بسيطة بس كده من الزيت، ممكن تستغني عنها على فكرة، بس انا بحب اضيفها، بحس ان انا في الامان عشان السمك ما يلزقش مني، وفي نفس الوقت بتديله وش من فوق. عليا افضل الصلاة والسلام. كان معايا كده بطروق سمكة وانا بنضفها، لقيت فيها بطروق، ضفتها جوه الحشوة بتاع السمك كده معاه. شايفين يا حبايبي؟ رصيته اهوت في الصاج، وهقوم جاية نازلة بمعلقة كده من الزيت، معلقة كده بس يا حبايبي، حاجة كده بسيطة زي ما قلتلك. ولو وصلتوا لغاية هنا حبايب قلبي، ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. الله يسعدكم ويجبر بخواطركم حبايب قلبي يا رب. شكرا لكل اخواتي اللي دخلوا جداد في القناة، وجودكم على راسي من فوق. الله يسعدكم ويرضيكم ويعطيكم فوق ما تتمنوا وزيادة، اللهم امين. معايا كده بتنجانتين شويتهم على عين البوتاجاز، بحب قوي طعم وريحة التدخينة بتاع الشوي. كان ممكن اعملها في الاير فراير، بس بحب ريحة الشوي على عين البوتاجاز. نزلت كده بمعلقتين من الطحينة وخل وليمون، وهنزل طبعا بملح وكمون، ممكن نطرة بسيطة كمان معاكي من الكزبرة وفص بسيط من الثوم، بتخلي البتنجان معاكي طعم وريحة اللهم بارك. وبالمعلقة بقى كده ونهرسه كويس جدا عشان يبقى بيوريه معانا كده. مش يعني مش لازم نعمله في الكب، نعميه كده بالمعلقة بإيديك عادي خالص. هفضي بقى في طبق تاني كده عشان التقديم ويبقى شكله حلو، بيفرق طبعا، مش الطبق اللي عملنا فيه هو اللي نقدم فيه. والطحينة برضو هفضيها معايا كده، الطحينة اللي اتبقت، لو حب لو حد حب يزود. هي صحيح كانت كمية صغيرة، بس مش كلنا بنزود طحينة يعني. وهنعمل شوية سلطة خضرة، شوية جرجير. السمك بيحب التحابيش جنب منه كده. نزلت كده على البتنجان بمعلقتين كده من زيت الزيتون، وهوريكم بقى السمك هو بيتشوى
تحت الشواية حبايبي مباشرة. يعني اول مكان كده للشبكة، ونحطه تحت الشواية على طول. عملت سلطة خضراء، طماطم وخضرة وجزر وخيار. وهنزل بقى بالملح والكمون، ومعلقة كبيرة كده من الخل والمية طبعا، ونهيئها بقى بالملح. بس كده حبايبي، ما كانش عندي فلفل رومي بارد، فاستغنيت عنه، ما حطيتش. السلطة الخضراء بتبقى جميلة وبتفتح النفس، والألوان لوحدها كده اما بتتحط جنب الأكل اللهم بارك. هرجع بقى تاني للسمك كده حبايبي. السمك بقى اللهم بارك اتحمر بقى من فوق. لازم بقى في الوقت ده نقلبه بقى وبالراحة خالص على ايديكي، وتقومي جاية قلباه بكل سهولة، عشان يبقى الوشين من فوق ومن تحت واخدين اللون الجميل معاه. فضيت السلطة هنا كده ما هي حبايبي. وهعمل بقى هنا اللهم صل على سيدنا محمد. الدقة اللي هنسقي بيها السمك: جزر وخضرة وتوم وخل وملح وكمون وكزبرة وليمون. وهنحط بقى وقت ما نحتاج تتشرب على طول، هننزل بمية تكون سخنة. مية السخنة بتبقى جميلة حبيبة قلبي. لو ما جربتيش الدقة تعملها بالمية السخنة فايدك كتير صدقين. بتخلي السمكة ما شاء الله تتردد معاكي كده، وبتشرب كل التوابل والبهارات اللي احنا حطيناها، والخضار معاها ما شاء الله. فبتطلع الريحة بقى اول ما بتسقيها بالدقة دي حاجة كده اللهم بارك. بتطر لحم السمكة معاكي، وتخلي الجلد يفصل عن اللحم بكل سهولة. اهو يا حبايبي جه المقطع اللي بضير فيه السمك. بالراحة خالص بتحاولي تجيبي مقصوصة كبيرة كده، بحيث تحطيها تحت السمكة وتقلب معاكي بكل سهولة. السمك طبعا كان سخن مولع، ربنا يكفينا شر النار وعذابها. بالراحة خالص. والحشوة السمكة بتقفل عليها، ما تخافيش، مش هتطلع برا ولا حاجة. ممكن طبعا تعملي بمقصوصتين كده، بس انا كده احسن عشان اعرف اتمكن وانا بقلب. لقيت دي استوت من جنب وجنب تاني، هسيبها زي ما هي، مش هضيرها اللي فوق تحت، لا هضيرها عشان تبقى اتجاه الشواية. شايفين يا حبايبي؟ بالطريقة دي خلاص السمك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك استوى من فوق ومن تحت. والدقة اهي زي ما قلتلكوا حبايبي، لازم المية اللي بنسقيها لها تكون مية سخنة. جربي ومش هتندمي ان شاء الله. ونشرب بقى السمك كده الجميل ده معانا. حاولي تشربيه سمكة سمكة عشان تبقي متأكدة انه كله خد التتبيلة معاكي. شايفين يا حبايبي؟ والخضار والوانه حاجة كده اللهم بارك. ممكن تقطعي طماطمية برضو، المتوفر عندك والله يا حبيبتي. ربنا يحسن ما بين ايديك وايدينا يا رب، وتعملوا الخير كله يا رب. هنعمل بقى سمك، يعني رز معمر. معايا كده حبايبي كوبايتين من الرز، مجين يعني كبار. المج اللي هو بتاع الشوربة ده كنت جاية غسلته ونقعته حوالي ساعة قبل ما اشتغل في اي حاجة، وبركنه جنب مني كده. كل ما بيتنقع كل ما بيبقى جميل. صفيته اهوت من مية النقاع، ونزلت بمعلقتين كبار من الزيت، وهنزل كده بمعلقتين كبار من وش اللبن كده يا حبايبي معايا اللهم بارك. واقوم جايه بقى مقلبه الرز مع وش اللبن مع الزيت ده. بتحس كده ان كل حبايه من الرز بتتشرب معاك الماده الدهنيه، وبيبقى مفلفل وجميل. هنزل كده بمعلقه برضو من الملح. حاولي ما تكتريش عشان الرز المعمر بيبان فيه الملح قوي. ورشه بسيطه كده من السكر. طب ليه السكر؟ جربي ومش هتندمي. هدي بقى كل ده تقليبه كده حبايبي مع الرز، يتغلف بقى بالقشطه وبالزيت والكلام الجميل اللي حطيناه ده. وهنزل عيار الرز لبن او لبن على ميه. يعني مش ممكن ما يبقاش كله لبن، وانا بفضل انه كله ما يبقاش لبن. بفضل ميه على لبن، تخليه ما شاء الله معاك اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيته تحت الشوايه ويا حبايبي خد وش،
وقمت جاية ايه اول ما خد وشي من تحت طفيت الشواية وحطيته على الشبكة وقربتها للأرضية، وأول ما غلى غطيته وسبته يتلدن بقى يا حبايبي. بوريكم السمك، شايفين القشرة بتتشال بكل سهولة، واللحم قشطة اللهم بارك، والحشوة دايبة دوب، هتاكليها قبل ما تاكلي لحم السمك. جربي وما تصعبهاش على نفسك يا حبيبتي. شايفين الشوية من جوه ومن بره تحفة بجد اللهم بارك. تعملوا الحلو كله حبايب قلبي يا رب. وطلعت الرز اهو بعد ما تلدن يا حبايبي، ما شاء الله اللهم بارك، تحفة بجد اللهم بارك. شايفين الفلفلة يا حبايبي ولا؟ لو شامين الريحة بقى، مع اننا ما كترناش ولا عملناه بسمنة ولا حاجة، واستغنينا عن السمنة خالص بمعلقتين الزيت ومعلقتين القشطة، خلوه ما شاء الله غني وجميل وفي نفس الوقت خفيف على المعدة ومفهوش اي نسبة دسامة خالص. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اختكم باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.